بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنحل محافظة الجيزة علوم تالتة اعدادي ترم تاني. السؤال الاول: ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. رقم 1: التيار الكهربي هو تدفق الشحنات الكهربية الموجبة خلال الموصلات المعدنية. غلط، الشحنات الكهربية السالبة. طيب رقم 2: تتحكم الجينات في ظهور الصفات الوراثية للفرد. صح، الجين هو اللي بيظهر الصفة الوراثية. طيب رقم 3 ملغي. رقم 4: ترك مندل نباتات البازلاء تتلقح ذاتيا عدة مرات للتأكد من نقاء الصفة. صح. طيب بعد كده رقم ب: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1: تفاعل محلول نترات الفضة مع محلول كلوريد الصوديوم من التفاعلات السريعة ولا المتوسطة ولا البطيئة ولا البطيئة جدا؟ السريعة، عشان هي مركبات أيونية، واحنا قلنا تفاعلات المركبات الأيونية تكون سريعة. طيب رقم 2: تتكون نقط من فصين يقعان في الجزء الأمامي للعنق على جانبي القصبة الهوائية. الغدتان الكظريتان. ده الغدتان الكظريتان بتقع فوق الكلية. طب الغدة النخامية تقع في المخ. الغدة الدرقية هي الإجابة الصحيحة، عشان الغدة الدرقية تقع في العنق. طيب رقم 3: عند تسخين المركب نقط يتصاعد غاز الأكسجين HGO. صح، لما يتفكك ال HGO بيتكون ال HG وال O. لكن مركب كربونات النحاس لما يتفكك بيطلع غاز ثاني أكسيد الكربون، ولما يتفكك ال CuOH/2 بيطلع غاز بخار الماء. طيب رقم 4: الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية للإناث هو بروجسترون، ده بيحفز نمو بطانة الرحم. تستوستيرون، ده بيظهر الصفات الجنسية الثانوية عند الذكور. طب الأدرينالين، ده بيحفز استجابة أعضاء الجسم للاستجابة للمواقف الطارئة. الاستروجين هو اللي بيظهر الصفات الجنسية الثانوية للإناث. طيب بعد كده رقم ج: ما معنى قولنا أن الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 8 كولوم بين طرفي الموصل يساوي 64 جول؟ عاوز ج. مديني كاف ومديني الشغل. ج بتساوي الشغل على كاف. الشغل ب64 وكاف ب8 هتساوي 8 فولت، إذا ج هتساوي 8 فولت. طيب رقم السؤال التاني: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1: فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي في الدائرة الكهربية المفتوحة. الدائرة الكهربية المفتوحة، إذا القوة الدافعة الكهربية لمصدر كهربي. طيب رقم 2: التغير في تركيز المواد المتفاعلة على المواد الناتجة في وحدة الزمن. ده تعريف معدل التفاعل الكيميائي. طيب رقم 3 ملغية. رقم 4: تفاعلات كيميائية يتم فيها إحلال عنصر محل عنصر آخر في أحد محاليل مركباته. دي تفاعلات الإحلال البسيط. طيب رقم ب: صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. رقم 1: في التفاعل H2 زائد CuO يساوي Cu زائد H2O يكون الهيدروجين عاملا مؤكسدا. هيدروجين عامل مؤكسد؟ لا، ده الهيدروجين حصل له أكسدة تحول ل H2O، إذا هو عامل مختزل. إذا ال CuO ده هو اللي عامل مؤكسد عشان حصل له اختزال، اتحول ل CO، منح الأكسجين، قلت نسبة الأكسجين، إذا اختزال، إذا هو عامل مؤكسد، يبقى CuO. طيب رقم 2: التركيب الجيني لنبات بازلاء بذوره مجعدة الشكل خضراء اللون هو R small Y small. هي البذور المجعدة دي صفة متنحية، إذا رمزها بيكون سمول الاتنين، الحرفين سمول. وخضراء اللون برضو دي صفة متنحية، إذا برضو بيكون سمول،
إذا R small R small Y small Y small. طيب بعد كده رقم 3، يقل عدد التصادمات في جزيئات المواد المتفاعلة برفع درجة الحرارة. يقل عدد التصادمات إذا بخفض درجة الحرارة. طيب رقم 4، غمازات الوجه من الصفات الوراثية المتنحية في الإنسان. غمازات الوجه من الصفات السائدة. طيب رقم ج، ماذا يحدث لجسم الإنسان عند نقص عدد كرات الدم الحمراء نتيجة التعرض للإشعاع النووي؟ اللي يحصل لما تقل عدد كرات الدم الحمراء؟ الشعور بالإعياء. تاني حاجة حدوث التهابات في أماكن متفرقة من الجسم مثل الحنجرة والجهاز التنفسي وحدوث غثيان ودوار. طيب السؤال الثالث رقم أ، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. رقم 1، السبيل الوحيد ليصل الهرمون إلى موقع عمله هو الدم. احنا عارفين ان الغدد الصماء بتفرز الهرمونات وبتصبها مباشرة في الدم، والدم بيوصل لكل خلية في الجسم. إذا الدم هو اللي هيوصل الهرمون للخلية أو موقع العمل. طيب رقم 2، عند توصيل 3 أعمدة متماثلة لقوة الدفع الكهربية لكل منها 1.5 فولت على التوالي، فإن القوة الدفع الكهربية للبطارية تساوي، هما الواحد ب1.5 وعددهم 3 متصلين توالي، يبقى 3 في 1.5 هتساوي 4.5 فولت. طيب رقم 3، يسبب نقص إفراز هرمون النمو في فترة الطفولة إصابة الإنسان بمرض القزامة عشان نقص هرمون النمو. طيب رقم 4، للتحكم في قيمة شدة التيار الكهربي المار في الأجزاء المختلفة بالدائرة الكهربية يستخدم جهاز الريوستات. احنا عارفين الريوستات بيغير المقاومة وبالتالي بيتغير التيار. طيب رقم ب، وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة تفاعل كل من حمض الهيدروكلوريك المخفف مع كربونات الصوديوم. حمض الهيدروكلوريك 2HCl مع كربونات الصوديوم Na2CO3 يساوي 2NaCl زائد H2O زائد CO2. طيب رقم 2، الصوديوم مع الماء. الصوديوم 2Na مع المية 2H2O يساوي 2NaOH زائد H2 زائد هيت. طيب بعد كده رقم 2، استخرج العبارة المختلفة التي لا تتناسب مع باقي العبارات الآتية. رقم 1، أظهرها خنثى، صعوبة زراعتها، قصر دورة حياتها، سهولة تلقيحها صناعيا. من المختلف صعوبة زراعتها، والباقي صفات في نبات البازلاء. طيب رقم 2، قيادة السيارة، تحدث اللغة الإنجليزية، تعلم المشي لدى الأطفال، لون الجلد. من المختلف لون الجلد، والباقي صفات يكتسبها الإنسان. طيب رقم ج، ما النتائج المترتبة على استبدال قطعة حديد ببرادة حديد لها نفس الكتلة عند تفاعلها مع الأحماض المخففة؟ استبدلنا قطعة الحديد ببرادة حديد، إذا مساحة السطح هتزيد، مساحة السطح المعرض للتفاعل هيزيد، مساحة سطح المتفاعلات المعرض للتفاعل هيزيد، وبالتالي تزداد سرعة التفاعل الكيميائي. إذا تزداد سرعة التفاعل الكيميائي لزيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل. طيب بعد كده السؤال الرابع، اختر من العمود B ما يناسب العمود A. رقم 1، الأدوية، اختار لها ايه من نواتج التفاعلات الكيميائية في حياتنا؟ يبقى 1 من 3. طيب رقم 2، المولد الكهربي يعمل على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. 2 من 4. طب الفولت، الوحدة المكافئة له جول على كولوم. عشان الشغل، عشان ج بتساوي شغل على كاف،
يبقى الفولت بيساوي جول على كولوم، إذا 3/1. طب من خواص العامل المساعد؟ لا يحدث له أي تغيير كيميائي أو نقص في الكتلة، يبقى 4/2. السؤال اللي بعد كده، ادرس الشكلين التاليين ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منهما. رقم 1، الشكل التالي يمثل علاقة بين فرق الجهد وشدة التيار الكهربي لموصل، ده الرسم البياني. قيمة المقاومة للموصل تساوي، ناخد أي قيمتين، ومين بتساوي ج على ت، يبقى 3/1.5 هتساوي 6 فولت. طيب رقم 2، من خلال العلاقة استنتج تعريفا للمقاومة. من العلاقة نعرف المقاومة الكهربائية. إذا النسبة بين ج بين طرفي موصل وت المارة فيه. طيب بعد كده رقم 2، المخطط التالي يوضح تلقيح خلطي بين نبات بازيلا أزهاره بيضاء مع نبات بازيلا أزهاره حمراء، أركبيتال مع أرسمول. الناتج هيبقى أركبيتال أرسمول، عشان الجاميتة هنا هتبقى أركبيتال والجاميتة هنا هتبقى أرسمول، إذا الناتج أركبيتال أرسمول. وده أزهاره حمراء، أزهاره حمراء. رقم 2، اذكر سبب عدم ظهور نباتات بيضاء الأزهار في أفراد الجيل الأول. إيه السبب؟ لأنه تبعا لمبدأ السيادة التامة، عند تزاوج فردين يحمل كل منهما صفة نقية مضادة للآخر، ده أزهاره حمراء وده أزهاره بيضاء، وده نقي وده نقي، تظهر أفراد الجيل الأول كلها تحمل الصفة السائدة، ولا تظهر الصفة المتنحية في الجيل الأول، ولكنها تظهر في الجيل الثاني بنسبة 1 متنحي ل3 سائد. طيب رقم ج، فسر عند تفاعل الصوديوم مع الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم تحدث عمليتي أكسدة واختزال بالرغم من غياب الأكسجين. مفيش أكسجين، مع ذلك حصلت أكسدة واختزال، لأن الأكسدة والاختزال تم عن طريق فقد واكتساب الإلكترونات، لأن الأكسدة والاختزال تم عن طريق فقد الإلكترونات بالمفهوم الإلكتروني. إذن 2Na زائد Cl2 يساوي NaCl، ده زائد ده زائد وده ناقص. ال Na حصل له أكسدة عشان فقد إلكترونات، والCl حصل له اختزال عشان اكتسب إلكترونات.